لو رحت أسوان وما طلعتش برج الصداقة يبقى فاتك مشهد بانورامي حلو قوي لبحيرة ناصر وجنبها السد العالي. البرج ده معمول كرمز للصداقة بين مصر وروسيا بعد ما ساعدونا في بنى السد العالي، وارتفاعه أكتر من 70 متر. أما عن تذكرة الدخول فهي ب100 جنيه، ومن فوق المنظر هيخطف العين بجد. بحيرة ناصر على امتداد عينك واسعة قد البحر، مية زرقاء بتلمع تحت الشمس كأنها مراية كبيرة. هتشوف الجزر الصغيرة منتشرة جوه البحيرة، أشكالها مختلفة كأنها لوحة مرسومة بإيد فنان. بحيرة كلها هدوء وجمال وسحر. ومن نفس النقطة هتشوف السد العالي والنيل ماشي ورايح يكمل رحلته، والهواء من فوق يرد الروح. كمان مدخل البرج فيه مجسمات بتحكي قصة بناء السد، والبرج نفسه معمول على شكل زهرة اللوتس، رمز النقاء في الحضارة المصرية. ويا بقى لو رحت قبل الغروب بشوية الشمس وهي بتغيب على بحيرة ناصر هتشوف منظر هايل قوي. يعني باختصار برج الصداقة مش مجرد مكان بتزوره، دي تجربة هتشوف فيها جمال أسوان كلها من فوق. ولو رحت أسوان وما طلعتش برج الصداقة صدقني فوتت على نفسك لقطة حلوة بتوريك جزء صغير من جمال مصر.